دي خلطة سحرية رهيبة بمعنى الكلمة لتلميع الخشب والرخام والجلود وطابلوه العربية. بس قبل ما اقول لكم ايه هي، عاوز الفيديو ده يوصل ل 20,000 لايك وتصلوا على النبي وتيجوا معايا. مكونات الخلطة ديت بسيطة جدا، والثلاث حاجات اللي هنعمل بيهم الخلطة دولت موجودين في اي صيدلية. اول حاجة معانا هو الجريسلين، تاني حاجة معانا هو زيت البرافين، تالت حاجة معانا هو الكحول الإيثيلي بتاع تعقيم اليدين، واحنا ايام كورونا كنا بنستخدمه كتير جدا. كحول إيثيلي تركيز 70%. هنحطهم على بعض بالنسب اللي هقولكوا عليها وبنفس الترتيب كده. هنجيب الكحول الإيثيلي وهنفض منه زي نص ازازه في اي ازازه خارجيه، وهنخلي ازازه الكحول نصها فيها كحول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنجيب ازازه الجريسلين وهنفضي فيها شويه على الكحول بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. اهم حاجه ان احنا منكترش من زيت الجريسلين. زيت الجريسلين ده عشان الناس ما تتلخبطش هو الجريسلين العادي اللي احنا بنستخدمه عشان ترطيب البشره. بعد كده هنحط قد كميه الجريسلين اللي احنا حطيناه شويه من زيت البرافين، وناخد بالنا ان احنا منملاش الازازه للاخر عشان يبقى فيها مجال ان احنا نعرف نرجها كويس. بعد كده بقى هنجيب غطا الازازه نقفلها، وبعد ما نقفلها بقى نبدا ان احنا نرجها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بشكل كويس جدا. وبكده بقى فعلا بقى معاكم ملمع سحري هتقدروا تلمعوا بيه وتنضفوا بيه اي حاجه تخطر على بالكم، زي الجلود، الكراسي الجلد، جواكت الجلد، الشنط الحريمي، طابلوه العربيه، الكراسي بتاعه العربيه الجلد، الرخام، الخشب، الموبيليا عموما. اي حاجه تخطر على بالكم هتقدروا تلمعوها بطريقه سهله جدا. وده شكله اهوت والنتيجه بتاعته لو رشيناها على اي حاجه خشب موجوده عندنا. اهم حاجه بس واحنا بعد ما نرش الفوطه اللي احنا نمسح بيها تكون فوطه قطن، وده عشان ينشفه كويس وكمان يدي معانا لمعه كويسه، وكمان عشان بعد كده ما يلمش تراب معانا او الكلام ده كله. عاوز اقول لكم حرفيا هيخلي شكل الخشب او شكل الموبيليا كانها لسه جديده. وطبعا احنا نقدر نستخدمه على اي نوع خشب وعلى اي لون خشب، سواء كان في البنيات او خشب ابيض او ملون، مهما كان اللون مش هيفرق معانا في اي حاجه. وادي شكل الخشب اهوت بعد ما اتمسح فعلا بيخلي شكله حلو جدا. وكمان تجربته اهوت على الحاجات الجلد دي كنبه جلد اهي زي ما انتم شايفين طبعا متوسخه. هو طبعا الملمع الخلطه اللي احنا عملناها ديت مش بيلمع بس الجلد، لا كمان بينضفها كمان. بس طبعا لو انتوا حابين ان انتوا تنضفوا الجلد قبل ما تلمعوه طبعا ده يستحسن، وانا عملت قبل كده ازاي تنضفوا الجلد سواء كان جلد جواكت او جلد كراسي او جلد طبيعي او جلد صناعي. ولو حابين تستخدموا الخلطه دي على طول مفيش اي مشكله. ودي شكل الكنبه اهيت بعد ما اتمسحت فعلا كانها لسه جديده. الميزه بقى في خلطه الملمع ديت انها مش هتلم تراب تاني، يعني حتى لو احنا جينا مشينا ايدينا كده مطرح الاماكن اللي احنا مسحناها بالملمع هتلاقي ايدينا زي ما هي، لا مسك فيها زيت او ملمع او الكلام ده كله زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. الخلطه دي كمان فعلا رهيبه وممتازه للرخام. الناس اللي عندها رخام ومش عارفه تلمعه او مش عارفه تنضفه، الخلطه دي فعلا ممتازه جدا، هتخلي الرخام معاكم كانه لسه جديد. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو ده وتجربوا الخلطه ديت وتكتبوا لي النتيجه في الكومنتات.